السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا صباح الفل ويا صباح الهنا ويا صباح السعادة على كل اخواتي في كل مكان، او يا مساء الفل يا مساء الهنا يا مساء السعادة على قلوبكم جميعا يا اخواتي. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير، وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت بقدمه معاكم. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا كده نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك أنا وكل سامعين وكل حبايبي في كل مكان. النهارده جايه لكم بروتين جميل جدا جدا جدا، هيشجعكم ان شاء الله وتطلعوا من الفيديو بكل طاقه ايجابيه يا اخواتي. النهارده بقى يا حبايب قلبي ايه عامله بقى ايه؟ كنت غاسله شويه هدوم كده وايه، وقلت اطبقهم كده معاكم. طبعا الغساله يا بنات والله ما بتبطل غسيل. بنشيل الهدوم ونرجع نغسل وننشر، نشيل الهدوم ونرجع نغسل وننشر، فربنا يا رب كده يعيننا. طبعا كده بطلب من كل اخواتي في كل مكان، بالله عليكم بالله عليكم تدعوا لاختي ام اسماء حبيبه قلبي ونور عيني، تدعوا لها ان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، وتقوم لولادها بالف الف سلامه. اختكم طبعا من السودان. يا رب يا رب كده يشفيكي يا ام اسماء ويعافيكي، وتقومي ليا بالف الف سلامه يا حبيبه قلب اختك، ويحوش عنك يا رب، ويجعل كده ايامك كلها خير وهنا وسعاده يا رب، ويشفي كل مسلم وكل مريض يتألم ولا يتكلم. يا رب يا رب اشفي كل مسلم وكل مريض يا رب بحق جاه النبي. يا رب يا رب يا رب يشفيك يا ام اسماء يا حبيبه قلبي. بالله عليكم تكتبوا في الكومنتات وتدعوا لها كتير بالله عليكم. وربنا يشفي الجميع ويشفي كل مسلم وكل مريض يا رب. نرجع بقى يا حبايب قلبي للروتين بتاعنا. طبعا طبقت بقى الهدوم ورجعتها طبعا يا حبايب قلبي في مكانها. كل طبعا ايه, رجعت بقى كل واحد بقى ايه الهدوم بتاعته في مكانها. بعد طبعا بقى ما خلصت تطبيق الهدوم، رحت بقى كده على السراير، شلت طبعا المليان ديت يعني ايه، شلتها كده القطع مش عجباني، الملايات او المليان. تمام، قولوا تمام يبقى تمام ان شاء الله يا اخواتي. غيرت كده الملايه. طبعا بقى ايه جبت الكبرتيه دي طبعا طبقتها كده، لان طبعا الجو يا حبايب قلبي عاد يعني ايه بيبرد. خلاص كل سنه وانتم طيبين، بقى داخلين على ايام الشتاء، فكل سنه وانتم طيبين يا اخواتي. طبعا يا اخواتي كده بعد ما روقت كده السرير الاولاني، والله يا بنات انا متلخبطه ولا عارفه اسجل ولا عارفه اعمل اي حاجه خالص، عشان طبعا انا زعلانه جدا جدا على اخت ام اسماء بجد والله العظيم متلخبطه. والفيديو ده انا مصوراه من اول امبارح، وطبعا يعني اختها كلمتني وبعتت لي على اخر فيديو عندي، ولقيتها بعتلي وبتقول لي ادعي لاختي ام اسماء، وطالبه منكم ان انتوا كل حبايبها وكل اخواتها يدعوا لها. فبجد والله العظيم يعني لا فتحت بس ولا نزلت فيديو، وبصراحة الواحد زعلان جدا جدا عليها، لان اخت غالية عليا وعلى قلبي والله العظيم. وبصراحة متبرجلة ومش عارفة كمان اتكلم، فاعذروني يا اخواتي بالله عليكم واستحملوني واعذروني يا اخواتي. تمام. المهم يا بنات بقى ايه، روقت السرير التاني ده برضو كان عليه شوية حاجات كده من مطرح الولاد، كتبهم بقى وحاجتهم شلتها برضو ورجعتها في مكانها. وبعدين برضو ايه شلت الملاية اللي كانت موجودة وحطيت ملاية جديدة. وايه يا حبايب قلبي طبقت طبعا المفرش القطيفة ده، وايه بيبقى البنات كده تتغطى بيه بالليل. تمام، قولوا تمام يبقى تمام يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا شلت بقى الحاجة كده ووديتها يعني ايه في السبت بتاع الغسيل. وجبت المقاشة يا اخواتي بقى ايه، وقلت اكنس معاكم طبعا الأوضة. طبعا انا لسه ما فرشتش ان شاء الله باذن الله تعالى، لان والله الجو ساعات يعني ساعات الجو تلاقيه محرر ويعني بيبقى حر يعني، وساعات الجو بيبرد، فلسه مش مستقرين على موضوع الفرش، فلسه ان شاء الله كده نشوف الدنيا يعني ايه
ان الجو برد او كده ان شاء الله نبدا بقى ايه نفرش ان شاء الله الاوض. انما انا عندي الصاله فرشاه طبعا، اكيد فرشاه، لان انا الصاله عندي كنت سايباها الاول من غير فرشه وكده، فايه ففرشتها بصراحه. جبت بقى ايه بعد ما كنست الاوضه، جبت طبعا الشرشوبه وقلت امسح كده الاوضه بقى ايه كده ايه واخليها ايه ما شاء الله. طبعا الترابيزه دي او الطبليه زي ما انتوا يعني الطبليه دي يا بنات طبعا مش لاقيه لها مكان عندي إيه، فطبعا ايه حطيتها كده ايه, إيه ورا السرير كده بتاع البنات. تمام. قولوا تمام يا احلى اخوات في الدنيا. تعالوا كده ندعو لاخواتنا في فلسطين وفي غزة وفي جميع البلاد العربية، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا مقتدر. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر. اللهم انصر اخواتي في فلسطين وفي غزة وفي السودان وفي سوريا وفي لبنان وفي جميع البلاد العربية يا رب العالمين. طبعا ده انا خلصت الأوضة يا ولاد، وده منظر الأوضة بعد ما انا خلصتها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. المهم بقى يا اخواتي خلصت طبعا كده الأوضة، وبرضو قلت ايه اعمل معاكم الايه اوضة النوم الكبيرة. تمام. دخلت بقى طبعا كده على اوضه النوم برضو، ظبطتها وروقتها برضو وشلت الملايه. لا انا في الفيديو ده مغيرتش الملايه، لقيت الملايه لسه نظيفه فقلت اسيبها زي ما هي وايه لقيتها نظيفه يعني. طبعا بقى الولاد كانوا جم من المدرسه وكانوا قاعدوا بقى على السرير وكانوا قاعدين بيكتبوا بقى واجباتهم وكده، رغم والله عملت لهم المكاتب يا بنات، وتلاقوهم برضو عشان هم اخدوا ان هم يكتبوا واجباتهم ويكتبوا حاجتهم على السرير او على الركنه، فهم خدوا على كده. فين وفين بقى لما لسه ايه يتطبعوا ان هم يقعدوا على المكتب ويكتبوا واجبهم ويذاكروا كده. فطبعا بقى ايه كان والله العظيم السرير ده كان فل. طبعا قعدوا عليه الملايه دي طبعا يعني انتوا شايفين المنظر في الاول. شلت بقى الشنطه بتاعتهم بقى وشلت الحاجه بتاعتهم ورجعت بقى ايه, روقت السرير من جديد. حطيت كده بقى ايه فرشت كده الملايه. طبعا بوسي اللي مطلعه عينيا دي كل ما اروح في مكان اصور فيه الاقيها موجوده معايا، كل ما اروح في مكان اصور فيه الاقيها موجوده. بصراحه مش عارفه اعمل معاها ايه. والله يا ولاد ما جايلي نفسي اضحك خالص، زعلانه جدا جدا على ام اسماء، فربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ويشفي كل مسلم وكل مريض بحق جاه النبي. يا رب يشفيك يا ام اسماء ويطمنا عليك يا حبيبه قلب اختك. المهم يا اخواتي روقت طبعا كده السرير وظبطته كده وخليته فله شمعة منورة. دخلنا بقى كده ايه على الناحية اللي هي فيها التسريحة دي، وايه قلت برضو كده اظبطها برضو واروقها كده. شلت طبعا الحاجة اللي كانت واقعة بقى مطرح الولاد وكده، وشلت الحاجة اللي مطرح لبسهم برضو، وروقت برضو كده ايه التسريحة كده وما شاء الله. شلت طبعا كده ايه كانوا طبعا قلعين هدوم، ربنا يديهم لي يا رب، وارزق كل مشتاق بالخلف الصالح. اللهم ارزق كل مشتاق بالخلف الصالح، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بقى بيطلعوا المكوى، بيطلعوا الاستشوار عندي، اللي بيستشوى بقى شعره واللي بتكوي طرحتها بقى ما بتيجي ماشية خارجة بتكوي الطرحة بتاعتها بالمكوى كده من قدام. ده الموضة اقول دي ايه تقول دي الموضة يا ماما. المهم ربنا يهديهم. كانت طبعا كده بقى ايه بعد ما روقت التسريح، شايفين منظر الأوضة يا ولاد ما شاء الله، الأوضة اتغيرت 180 درجة والله العظيم. مبسوطة جدا جدا طبعا بالعمل بتاعي وبالشغل بتاعي اللي انا عملته بصراحة في البيت. ما شاء الله ما شاء الله مبسوطة جدا جدا والله، والبيت اتغير خالص يعني. بصوا اتغير جدا جدا للأحسن، وانا راضية الحمد لله والف حمد وشكر لك يا رب، واقل من كده برضو انا راضية. بس والله يا ولاد التغييرات والتجديدات حلوة. بابا بقى الله يبارك له يوم ما كان عندي، الله يديله الصحة يا رب ويخليه لي ويبارك لي فيه، ركب لي بقى الدولاب بتاعة السرير. بال السرير. لا اله الا الله. بتاعة الدولاب ركبها لي بصراحة، كانت طبعا اللي عندي الضلف مش متركبة فركبها لي، وكان عندي برضو شوية حاجات كده في الشقة يعني عملها لي برضو، الله يديله الصحة يا رب ويبارك لي فيه ويخليه لي. طبعا دي بقى الهدوم دي طبعا الشماعة دي حطاها كده ورا الباب، بعلق بقى عليها سدال، اعلق عليها خمار، اعلق عليها حاجات يعني ايه بحتاجها وبلبسها فاهمني. كنست طبعا كده الأوضة، وجبت طبعا الشرشوبة يا اخواتي وايه وقلت برضو ايه نمسح الأوضة كده ونجيب شوية معطر بقى عندنا شوية في يعني معطر فيه بقى أي حاجة موجودة عندك كده يا حبيبة قلبي وايه وتظبطي حاجتك بيها كده.
تمام. تخلي حتى الاوضه شكلها حلوه يعني الاوضه يبقى لها ريحه حلوه. تمام يا اخواتي. بس احنا بقى طبعا كده الايه الاوضه معاكم. طبعا مسحتها كده وخليتها فل شمعة منورة. طبعا انا عامله لكم روتين في اوضه البنات وفي وفي اوضه النوم بتاعتنا، وعامله لكم روتين طبعا في الريسبشن يا ولاد. يعني انا والله عامله لكم روتين كامل، بس الروتين ده الفيديو ده يعني ما فيش فيه بصراحه طبخ، كان عندي اكل بايت، وطبعا ما عملتش بصراحه اكل، قلت عشان ما اطولش عليكم الفيديو. فاخواتي بقى وحبايبي اصحاب كده اللي بيحبوا روتينات وبيحبوا الحاجات الحلوه كده يجوا يفتحوا على قناه يومك احلى مع ام محمد. وايه يا اخواتي، وكوبايه النسكافيه بتاعتك او كوبايه او فنجان القهوه بتاعك، كوبايه الشاي، وتعالي كده بقى ايه شجعي معايا. ان شاء الله تطلعي من الفيديو كده بكل طاقه ايجابيه باذن الله. طبعا انا سرعت لكم بقى الايه في الريسبشن عشان الفيديو ما يطولش عليكم يا اخواتي. تمام. طبعا بقى يا اخواتي دخلت برضو على الركنه كده، شلت بقى الدفايات وشلت الحاجه اللي كانت موجوده عليها ومسكتها روقتها، وما شاء الله خليتها فل شمعة منوره. ربنا كده يديم علينا الصحة والعافية يا رب، ويطول بعمرنا كده ويدينا الصحة كده ونخدم ولادنا. اللهم امين. روقنا بقى كده ايه الركنة وحطيناها ايه، حطينا بقى طبعا كده الخدوديات دي مطرحها. طبعا الخدوديات ديت بصوا بتضايقني قوي يا بنات، والله العظيم ابقى لسه مرتباها ويجي الولاد يقوموا رايحين موقعينها لي على الارض، إيه قلبينها لي زي ما انتم شايفين كده. بس يلا طبعا بقى المفارش دي بجيبها كده نتغطى بيها، لان طبعا انا لسه مشغله المروحه، يعني لسه المروحه ما طفتهاش بصراحه. وعايزه بقى امسك المروحه باذن الله، امسكها كده اغسلها غسله حلوه، وامسكها بقى طبعا كده الفها كده عشان ايه الشتا بقى ان شاء الله تبقى ايه نضيفه، يعني تبقى نضيفه كده. فبصراحه مش راضيه اغسلها خالص دلوقتي، ولا راضيه اعمل فيها اي حاجه لما ايه، لما الجو طبعا يبدا كده يبرد قوي، يعني ندخل في الشتاء قوي. وبعد كده بقى ايه ان شاء الله اغسلها كده والفها وايه واسيبها، لان طبعا احنا ما بنحتاجهاش في الشتاء. روقت طبعا الفرش اللي هي البياضات دي يا اخواتي، روقتها طبعا كده بقى ايه خليتها طب ما شاء الله. شلت طبعا كل حاجه كده وحطيتها في مكانها. شايفين بقى الركنه ساعه ما بتتروق يا ولاد، ما شاء الله والله بجد ما شاء الله، تسلم ايديا وحياة عيني. اي والله يا بنات. كانت طبعا كده المقاشه، كان في حد كاتب لي تعليق بيقول لي والله ما شاء الله ان انت عامله كان والله ما انا فاكره التعليق، كان بيقول لي ان هو ان انت عامله يعني ايه قيمه للمقاشه، يعني او حد ما بيجيبش مالها المقاشه. المقاشه دي لو مش موجوده مش هنعرف نكنس بيتنا بيها. ايه اللي مزعلك او ايه اللي مزعلك ان انا دايما بجيب سيره المقاشه في الفيديو بتاعي؟ ما هو فعلا انا بكنس بالمقاشه، هكنس بايدي مثلا يعني انا هغسل همسك كده، ولا انا هغسل بايدي ولا همسك بايدي؟ يعني مش فاهمه انا والله يعني معنى تعليقك او تعليقك ده ايه. ناس كده الله يهديهم كده، ربنا يهديهم كده يعني، ويدخلوا كده يرزلوا كده في الكومنتات، فربنا يهديهم وايه ويبعدوا بعيد عننا، الناس مريضه يعني، فربنا يبعدهم عننا. والله يا بنات اللي يخليك تكتب كومنت مش كويس، لا اكتب كومنت هتاخد عليه ثواب، يعني لله. فاهمين؟ جبر خواطر، زي ما بتجبر بخاطر قرايبك وبتجبر بخاطر اللي حواليك، برضو انا تجبر بخاطرنا. يعني احنا والله بنعمل قناتنا ديت للاكل يعني الاكل العيش يا بنات، مش والله ان واحده تيجي تدخل تكتب لي كومنت بقى يعني ايه يستفزك. فبصراحه حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يدخل كده يكتب لي كومنت مش مسامحه لي يوم الدين، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ده دي الناس المريضه. انما الناس حبايب قلبي واخواتي اللي بيكتبوا لي كومنتات وبتشجعني، بجد بجد بشكركم جدا جدا جدا. وبشكر اي حد جديد دخل قناتي طبعا على راسي، واهلا وسهلا بكل واحد دخل عندي في قناتي يا اخواتي. ربنا كده يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا يا احلى عيلة في الدنيا. طبعا بقى ايه مسكت الركنة زي ما انتم شايفين كده كان استوى، ومسحتها طبعا كده بالشبشوبة يا بنات.
وده طبعا كان الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم وينول رضاكم. وعايزاكم بقى الكومنتات الحلوة بتاعتكم وتشجيعكم الحلو ليا، واشوفكم على خير ومع الف الف سلامة.